السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم في حلقة جديدة من قناة المهندس الزراعي. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن مشروع جديد وعن فكرة جديدة من المشاريع بتاعتنا اللي هي المشاريع الزراعية، اللي تخص كل شباب وخريجين كلية زراعة، أو لو حتى مش خريج ممكن تنفذ المشاريع دي. بس في بعض المشاريع بتحتاج لتدخل مهندس زراعي أو ذو خبرة في المجال. طيب، النهاردة هنتكلم عن مشروع جديد وعن فكرة جديدة، نفسي الناس كلها تستفاد منها يعني، ويكون يعني في تحسين علمي كبير من الحاجات اللي احنا بننزلها دي. ويعني جزانا الله خير الأول. واحنا مش طالبين حاجة من حد يعني، احنا بنقدم الحاجات دي لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهنبتدي النهاردة بحلقة جديدة من حلقات المهندس الزراعي. هنبتدي معاكم بمشروع جديد من المشاريع اللي ناس كتير قوي بتسأل عنها، وازاي ان انا اقدر او اأهل نفسي ان انا افتح المشروع ده، الا وهو استخراج زيوت من البذور. استخراج الزيوت من البذور زي مثلا زيت الجرجير، زيت جوجوبا، زيت القرنفل، زيت النعناع، زيت الخردل، زيت زيتون، والى ما ذلك يعني. هنتكلم الاول ازاي ان انا اقدر ان انا المعدات اللي انا هحتاجها او الحاجه اللي انا هحتاجها في استخراج الزيوت والزيوت اللي هي النباتيه من البذور. وكمان لمعلوماتكم ان الزيوت دي مطلوبه جدا. يعني انا لو حاولت ان انا مثلا ابتدي ان انا افتح مجال زي دوت واوزع على محلات العطاره وعلى ما الى ذلك يعني، فمربح جدا ان انا مثلا اجيب الزيتون واجيب او اجيب اي محصول انا عايز اطلع الزيت بتاعه، وكمان زيت الكمون وزيت وزيوت كتيرة جدا بيتم استخراجها من البذور النباتية. طيب، دلوقتي وكمان زيت حبة البركة، وكمان زيت اللي هو زيت بذرة القطن اللي هي اللوز، زيت اللوز. كل البذور دي طبعا بيتم عصرها وبيطلع منها الزيوت النباتية. طيب، المعدات اللي هي المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع معدات بسيطة جدا، مش هتحتاج الا عصارة وبس. وتقريبا هتحتاج بقى اللي هو البذر اللي انت هيتم اللي هو هيتم استخراج الزيت منها. اذا كانت البذرة دي بقى بذرة نبات زيتون او نبات خردل او نبات اي نبات هتستخرج منه الزيت، فهيتم استخراج الزيت منه. هتحتاج النبات دوت ان البذرة بتاعت النبات دوت وتستخرج الزيت منه. طيب، في الوقت الحالي ناس كتير قوي بتسأل بتقول طيب هل المكنة دي مكلفة او مش مكلفة؟ هي العصارة دي بتتراوح سعرها من 9500 ل10000 جنيه. بس مكاسب المشروع ده او الارباح بتاعته مرتفعة جدا وفيها ارباح عالية جدا. انا شخصيا عندي ناس اعرفها من عندنا من الجامعة عاملين المشاريع دي. مشاريع مربحة جدا ومجزية جدا، وصاحب المشاريع دي بيكون عنده تحسين علمي كبير لاستخراج البذور دي، وكمان بيبقى مهندس زراعي. يعني عنده خبرة ازاي ان هو، لان هو دارس الحاجات دي اصلا، بالفعل هو دارس الحاجات دي. فبيبقى عنده يعني تحسين علمي كبير ان هو ازاي ان هو يعمل اكتف او يعمل اعادة تدوير للمنتج دوت او البذرة اللي قدامه ديت، وازاي ان هو ياخد منها العصارة بتاعتها او اللي هو ما يعرف بالزيوت النباتية. طيب، في زيوت من الزيوت النباتية دي بتستخدم في اللي هي آه، اللي هي المضادات الحيوية ومضادات الأكسدة والفوسفات أسيك والحاجات دي كلها. في زيوت من دي بيخش في صناعة الأدوية كمان، وصناعة العطور اللي هي بتعطروا بها الجسم.
في زيوت من دي زي زيت النعناع وزيت حبة البركة تقريبا، حاجة زي كده. فبيخش في تركيب كيماويات كمان زي كيماويات ال HODD، وكمان بيخش في اللي هو الاكسبيتر انديفانيا. الاكسيميتر انديفانيا دوت بتبقى حاجه نظام بيستخدموها المعامل للتعرف على آه، ال- للتعرف على عينات الدم اللي هي بيطلع منها اللي هو ما يعرف الناس كتير قوي بتقول عليه اللي هو خلاصة الدم، اللي هي اسمها اللي هي كرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء والحاجات دي. فالناس كتير قوي بتسألني ازاي ان انا انفذ المشروع دوت. مش هتحتاج حاجة كبيرة خالص، هتحتاج حاجات بسيطة خالص في تنفيذ المشروع دوت. مش هتحتاج الا العصارة والبذرة اللي انت هتعصرها او اللي انت هتستخرج منها مستخلص النبات اللي هو ما يعرف زي ما قلنا بالزيوت النباتية. طيب هل الزيوت دي مطلوبة؟ مطلوبة بكثرة. ولو حد عنده زيوت استخلاص نباتي انا ممكن اخدها منه. ويا ريت اللي عنده يعني معلومة او عنده تحسين علمي من المهندسين زمايلنا يفيدوا الناس اللي هم بيبتدوا مشاريع وكده. فربنا يجعلنا سبب في رزق ناس كتير قوي، ماشي. وده هيبقى اسعد، يعني اسعدني كتير ان انا يبقى يعني ابقى سبب في يعني في اسعاد ناس كتير. هبقى سعيد جدا لو يعني ناس اخدت بالنصايح اللي انا بنزلها دي، و يعني قدرت التعب اللي انا بتعبه. هو مش يعني بالنسبه لي مش تعب، لان ده حاجه انا بقدمها لوجه الله. فيا ريت اللي هو يعني عنده تحسين علمي او عنده القدره الكافيه على تنفيذ اي مشروع من المشاريع اللي انا بنزلها، فهو ما ترددش لحظه، لان انت عندك كفء وعندك تحسين علمي كبير. فبالتالي مش هيبقى عندك اي يعني اي معوقات او اي حاجه توقفك في اللي هو ال- ال- في مشروعك او انك تبدا مشروع. فبالتالي بيؤدي الى 3 حاجات رئيسيه بس: انك تلاقي حد ياخد منك اللي هو المنتج بتاعك، المنتج النهائي اللي هو مستخلص الزيوت. بتلف مثلا على كذا محل عطاره تقول له دلوقتي انا معايا زيوت نباتيه وكده، وبتديله عينة من العينات استخلاص الزيوت. بتديله عينة وهو بيقارن العينة وبيعينها وكده. لو اتعاملت بس مع 3 أو 4 محلات عطارة جملة انت مش هتكفيهم اصلا طلبات زيوت وحاجات من دي. فهو يعني في الاول بتبقى محتاجة منك شوية تعب بس بعد كده ان شاء الله بفضل ربنا هترتاح. طيب دلوقتي يا جماعة احنا زي ما قلنا المكنة بتعمل حوالي في حدود من 9000 ل9500. دي اسمها عصارة بذور عصارة بذور النباتات. طيب دلوقتي انا جبت العصارة وجبت النبات. طبعا العصارة دي لازم تنحط في مكان لازم يكون يعني درجة الحرارة فيه مش عالية جدا. درجة الحرارة في المكان اللي انت هتحط فيه ده ما تكونش عالية جدا. يعني درجة حرارة الغرفة العادية مفيش اي مشكلة، بس لازم يكون في فتحات تهوية لعدم حدوث اي تزنخ في اي منتج من المنتجات بتاعتك. لازم يكون في فتحات تهوية في الغرفة اللي انت هتشتغل فيها او ما الى ذلك. يعني لو هتشتغل في غرفة مغلقة فيا ريت يكون في فتحات تهوية زي شفاطات، شباك تفتحه مفيش اي مشكلة. مش لازم شفاط كأنت راجل لسه مبتدئ. شباك تفتحه او حاجة. ويا ريت الشباك ده ما يتمش قفله خالص او يغلق، لان الزيوت من المواد اللي بتتأثر بالحرارة، وبأقل حرارة بتأثر على الزيوت. طيب دلوقتي انا خلاص بدأت المشروع وربنا وفقني فيه. لازم تطور من نفسك كايه. يعني انا مثلا دلوقتي بتعامل
بتعامل مثلا مع 3 أو 4 عطارين، أنا مثلا بديهم المنتجات بتاعتي، والعطارين دول مستكفي بيهم؟ لا، مستكفاش بدول بس، لازم اطور من نفسي. يعني انا مثلا ربنا وفقني في المجال والدنيا مشيت معايا كويس، فبالتالي لازم اطور من نفسي واطور من ذهني واطور من تفكيري. يعني مثلا انا جبت دلوقتي عصارة صغيرة اللي هي 9000 ونص او ب10000 جنيه اللي احنا قلنا عليها دي، فلازم ان انا اطور من نفسي. يعني في مكن بيوصل ل 35 الف جنيه و40 الف جنيه. خلاص بقى انا الدنيا مشيت معايا وخلاص، وانا خلاص اعتمدت على المشروع دوت ان هو يبقى مشروع يعني مشروع رأس مال او دخل مال ليا ولاولادي. فلازم ان انا اطور من نفسي. يعني مش هفضل شغال بالمكنه دي دايما، لازم اطور من نفسي بقى. ان انا مثلا اجيب مكنه اكبر من دي شويه. يعني مثلا انا جبت مكنه بتطلع لي مثلا في الساعه مثلا 2 لتر او 2 لتر ونص، لا انا اجيب مكنه خلاص بقى الموضوع مشي معايا وبقيت ان انا يعني الناس تطلب مني زيوت وكده واتشهرت واتعرفت وكده. ولازم ان انا اكبر المكنه شويه، يعني اجيب مكنه مثلا بتطلع 5 لتر زيت في الساعه او 6 لتر زيت في الساعه. فبالتالي بيبقى عندك يعني فكرة وتحصيل علمي كبير ان انت خلاص بقى خلاص خدت المجال ده مجالك، وخدت القدرة الكافية او الخبرة الكافية من المجال ده. خلاص بقى يبقى انا اكبر المجال ووسع المجال. والمكنة اللي هي الزيادة عندي اللي هي الصغيرة دي اللي انا جبتها ب9000 ونص ولا ب10000 جنيه، دي مش هتخسرني. انا لو عايز اشغلها مع المكنة اللي انا هجيبها ويكون ارباحي اعلى هشغلها، مفيش اي مشكله. بس انا بقول لك عشان يبقى عندك تحصيل علمي وفكر اقتصادي عالي. فيا ريت اكون فدتكم في الحاجه دي يا جماعه. ويا ريت يا ريت يعني لو انت حابب تبدا في مشروع استخراج الزيوت النباتيه، فيا جماعه يعني نصيحه من اخ، بلاش، انا مش هقول لكم كمهندس، لا كاخ، بلاش اللي هو ان انت مثلا في اضافات بتنحط على الزيوت عشان تكتر الكميه. فبلاش ده. لو انت اشتغلت مع كذا عطار ولقى الزيوت بتاعتك الكثافه بتاعتها بتقل او المنتج بتاعك مش اصلي، هيعمل لك يعني هيبتدي يقول لك لا خلاص انا مش عايز. فيا ريت يا جماعه الناس اللي هي تشتغل في مجال استخراج الزيوت الطبيعيه دي فتكون عندها تحصين علمي كبير ويكون عندها القدرة الكافية على استخراج الزيوت بدون أي إضافات أخرى، لأن ده بيأثر على المنتج النهائي اللي هو استخراج الزيوت النباتية. يو اندرستاند يا جماعة. فيا ريت تكون المعلومات دي فادتكم والمشروع الجديد ده فادكم. كان معاكم أخوكم الطالب أحمد السيد زكريا، طالب في كلية الزراعة جامعة عين شمس قسم بايو تكنولوجي. ويا ريت اكون فدتكم يا جماعة في الكام معلومة دول. والسلام عليكم.